السلام عليكم ورحمة الله. هذا خويا ريمان كيحييكم وكيقول لكم عواشر مبروكة. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. هو في الحقيقة الموضوع ديالنا اليوم غادي يكون شي شوية مختلف. هذا تاني لايف في قناة خويا ريمان على الفنان أحمد جواد اللي وفاته المانية مسكين، يعني متأثر بالجروح ديالو من خلال الحروق اللي يعني دارها لنفسه كي كنقولوا. انا في الحقيقه تعاطفت معاه وحاس به، رغم انني انا ضد الانتحار، ولكن الفرق اللي بيني وبين الناس اخرين، ناس كيتكلموا يعني من واحد المنطلق ديال عدم المعاناة، ما عاشوش المعاناة، ولا عاشوا المعاناة عاشوها بواحد الشكل سطحي. ما عرفوش النفسية ديال الناس اللي كيكونوا مسكنعانوا بزاف في الحياة، وتعرضوا للتهميش وتعرضوا للإقصاء وتعرضوا للجوع وتعرضوا للمهانة وتعرضوا لبزاف ديال الأشياء. وهذا الشيء كينطبق على العديد من الفنانة. عندنا حنا في وسط هاد البلاد السعيدة بزاف ديال الفنانة، ماشي غير في الميدان الفن، بزاف ديال الميادين، ولكن فاش كنتكلم على الميدان الفني هاد الجانب كاين بزاف. هاد الجانب كاين بزاف، واللي كيزيد يحز في النفس هو فاش كتمشي وكتلقى، يعني كتشوف بعينيك في التلفزيون الناس ماشي في المستوى، ماشي اهل انهم يكونوا في ذاك المكان، وكتلقاهم دائما في التلفازه ودائما كيستافدوا من الفرص ديالهم على مستوى الوزاره. يعني ها هما الجولات، ها هما كذا، وكنعرفوا راه كاينه زبونيه ومحسوبيه. هادشي راه ما يمكنليناش نقولوا لا. هذا ماشي كيعني انني كنقول كل شيء خايب، لا، اكيد كاينين ناس مزيانين، ولكن راه كاينين ناس خايبين. وانا الاول يعني غير في لا ريسبسيون تاع وزاره الثقافه في الرباط، مشيت، يعني بغيت نجيب البطاقه المهنيه ديالي. واحد خيتنا كاينه تما، غير هذيك راه تمرضك، غير هذيك ماشي تخليك تنتحر، غير هذيك تخليك دير ما عرفت كاعش. واحد خيتنا كي كتدخل ليديك اليسار، هي الاولى في لا ريسبسيون تما، قلت لها السلام عليكم، وتقول لي هي كتهضر بعدا في التليفون وكتخدم مع واحد وتتهضر في التليفون كتضحك. وانا جاي من مورا هذاك السيد اللي هي عطاتو المسائل، تقول لي زيد 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 زيد، بحال انا جاي بغيت ناخذ من دار باها شي حاجه ولا ما فهمتش. ونقول لها شريفه، تما راه قاطع كيلومترات باش نجي لعندك باش تعطيني البطاقه ديالي، فين بغيت نزيد؟ هاد السيد راه خدا الدور ديالو، خصني حتى انا ناخذ الدور ديالي. فين بغيت نزيد بديك لا فاسون ديال زعما شي واحد كيتامر عليك، زعما يلاه زيد لا تصدعنيش بحال هكذا. فاش هضرت معانا بديك الطريقه عاد درت فيا وما عجبهاش الحال، وبدات كتشوف فيا وكتطلع فيا وكتهبط، كتقول هاد النموذج هذا منين جا؟ واش هي مولفه كتعامل مع الناس هكذاك او لا؟ ما عرفتش. فاذا به هي دير فيا وتقول لي، قلت لها البطاقه ديالي كاينه، عطيتها الروسي وتقول لي "أم، جي ليها مع الثلاثه". يا راه البطاقه راه كاينه، تجي ليها مع ثلاثة، علاش؟ زعما خصني انا تسخسخني وتمارس عليا ديك البيروقراطيه ديالها، باش انايا يعني تديرونجا، باش هي تحس بديك لا فالور كوم كوا ما كاينش اللي هنا وما كاين، راه كاين غير موظفه، غير بحال هادي راه تفقسك وماشي تخليك تحرق نفسك، باش نكونوا واضحين. غير حنا رزقنا الله شي شويه ديال الصبر في ديك الوقيته. ما نكذبش عليكم، انا ضد الاداره، انا بعدا عندي فوبيا من الاداره في وسط المغرب. كندخل الاداره احتمال ديال 70% انني راه غادي نقدر ندير شي حاجه خايبه ولا نتخاصم مع شي واحد، لان كنعرف العقليات كيفاش دايرين. ما كنرضاوش بالمحسوبيه، ما كنرضاوش بالبيروقراطيه، ما كنرضاوش بالاهانه، ما كنرضاوش بزاف ديال الحوايج. ديما انا كنت قالبها في وسط الاداره باش نكون واضح معاكم. لكن في هاد التواخر هادو وليت تنحاول نحط الاعصاب ديالي في الثلاجه، تنحاول ما نكونش شي انسان اندفاعي ولا متهور، لان بنادم يدفعك. مشيت، رجعت مع الثلاثه، دير فيا ما هضرتش معايا كاع، زعما
وتقول لواحد فلان سير جيب ليه البطاقه ديالو، هذاك فلان مشى غبر، دير فيا غبر نيت، راه شي ساعه وثلث وانا واقف كنتسنى، وتقول لي وناري جي وجيب معاك العكس، عندك شي عكس اخويا؟ ما بغا تقول لي انت راه صافي بورت مالور ولا شي حاجه بحال هكا. وانا ندير فيها بديت تنشوف وشي ناس كيشوفوا فيا شنو هي ردة الفعل ديالي. وانا الصراحه ماشي ما كان عندي ما نقول ليها، انا غير بغيت نخليها هكذاك مسكينه تشوى في داك الحماق ديالها. ما يكون بغيت نقول لها عز الله قدركم قلبي سوتياماتك ولا قلبي الملابس الداخليه ديالك، لا تكون هازه معك شي حجاب ولا كيما نوض دياش ولا فيك شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا ما غسلاش، ولا عز الله قدركم. راه انا راه ولد مراكش وولد المدينه القديمه وولد القصبه، واحد القضيه بعدا خص الناس يعرفوها. الناس كيحتاطوا من ولاد مراكش، الا حتطتي منه مره الناس ديال القصبه حتاط منهم جوج المرات، تيعطيك فرمش العين قربه بالبلاق، السم ديالو ديجا موجود هو على القرص. هادشي اللي ما بغاش تعرف. حنا راه التاريخ فاش ما جيتي في الاداب في الاخلاق فاش ما جيتي راه غتلقى خو جوابك. ولكن انايا استحيت، تاخديت البطاقه المهنيه ديالي وانا نزيد في حالي. داكشي علاش انا هاد السيد، انا هاد الفنان احمد جواد الله يرحمه، انا من الناس اللي نقول الله يرحمه، ما نقدرش نقول راه انتحر ولا شي حاجه، لا، لان كاينه امراض نفسانيه وكاين مجتمع مريض. حتى الا ما كنتيش انت مريض يمرضك المجتمع. راه غير باش تقدمي باش تقدموا لوزاره الثقافه راه فيه مجهود الخوت، فيه مجهود. بالك الا كنتي كتكتب كاتب مسرحي ولا راه خصك تكتب النص المسرحي ديالك وتجيب يعني اش كيقول ليه بطاقات التعريف ديال التعريف الفنيه، السي في كي كنقولوا ديال كل فنان اللي معاك، وزيد وزيد وزيد، وكدوز من مساطير كثيره. في الاخر اذا دفعتي المره الاولى والثانيه وكذا والثالثه راه غادي تديرونجي. انا الاول دفعت المره الاولى والثانيه وتديرونجيت، ما عيط عليا حد ما كذا، ما حتى المدينه اللي انا كنتمي لها اللي هي مراكش كيعيطوا على شي واحد، ولا الاغلبيه كتلقى الدار البيضاء رباط، الدار البيضاء رباط كذا، شي مدن بعض المدن هكذا كيهزوا منه مراكش. مع العلم ان مراكش عامر بالفنانه، ولكن المشكل اللي في مراكش هو الفنانه اللي فيه غير الكلوشار على خوها. انا راني كنقولها لكم من هذا المنبر، الفنانه اللي في مراكش دون المستوى، كيريبوا ما كيبنيوش، فيهم الكذوب، فيهم التبلحيس، ما عندهمش الشخصيه، حتى الشخصيه ما كايناش. عز عليهم هي النقد من اجل النقد، وماشي داك النقد البناء، النقد من اجل الاطاحه ومن اجل بلا ما يشعروا هما كيبقى تينتقد، هذاك ما فيديش، هذاك ما عندوش، هذاك كذا وهذا مسكين فهمتي هكذا دايرين. والقهاوي وصافي كيجلسوا في وسط القهوه وكيبداو ينبروا على اللي كيخدم ولا اللي فاهم، اللي فاهمهم كيفاش دايرين، كيمشي كيخدم بوحدو ما كيتسوق ليهمش. داكشي باش حنايا تخدات علينا سمعه خايبه، فجرت هادو اللي مسالين ريوسهم عندنا في وسط مراكش، هاد الجبناء اللي كيمارسوا الفن، والنصابه اللي عندنا حنا في مراكش كيمارسوا الفن بين قوسين. هاد العقليه راه غتلقاها في مدن كثيره، ولكن عندنا حتى حنا في وسط مراكش بزاف كاع، رغم ان مراكش فيه تاريخ فني عريق وفيه فنانه كبار وهما اللي مهمشين، الفنانه الكبار وهما اللي مهمشين. اما دوك اللي في الواجهه راه دون المستوى باش نكونوا واضحين. يعني هاد الفنان احمد جواد نعاودو نرجعو ليه، فاش ضرب النار في النفس ديالو راه عندها تحليلات نفسيه. بعدا الا جينا نحللوها نفسانيا غادي تلقى بانه هو كونه فنان ما اداش حد اخر، ادا مسكين نفسه. اما انسان عادي غادي يهز شي حاجه اللي هي خايبه وغادي يمشي يأدي بها واحد اخر، ولكن لانه هو فنان مسكين مشى ادا نفسه. علم الله اش بيه مسكين. راه حنا عايشين في مجتمع كله مريض، ما بالك فاش كيكون مجتمع، حسبوا معايا الله يرضي عليكم، مجتمع مريض، مجتمع كله زبونيه، مجتمع كله محسوبيه، مجتمع ديال باك صاحبي، مجتمع ديال الاقصاء والتهميش،
مجتمع اللي انت كتبغي دير فيه المساطير القانونيه وتمشي بما يرضي الله، وكتلقى الملفات ديالك كيغبروا ولا كيتشرقوا ولا ما كيتعطاهمش اهتمام، ولا كتلقى شي واحد غير رشقات لي عليك بحكم عنده صراع شخصي معاك ولا شي حاجه كيمشي يتعرض ليك، ولا بزاف ديال الحوايج. هادشي راه وقع معايا نيت انا. راه السلسله اللي كاينه في القناه الاخرى ديال خويا ديال عزيز ريمان راه دي لايف وكنتكلم فيها على المسار ديالي ومازال غادي نتكلم، ولكن هذه سلسله غادي نديرها في وسط قناه خويا ريمان، القناه الاخرى اللي هي متنوعه. داكشي باش راه ماشي ساهل ان الانسان يوصل لهذاك المستوى باش يحرق نفسه، راه حتى كتكون وصلتي واحد المرحله ان الشعور ما باقيش كتحس بيه، كتظلم الدنيا في عينيك، والاخص فاش ما كيكون في جيبك حتى ريال. ما جربتوهاش هادي نتوما اللي كتقولوا لي الانتحار حرام؟ ما جربتوهاش؟ ما جربتوش الدل؟ ما جربتوش المعاناه؟ ما جربتوش الاقصاء؟ ما جربتيش ان كلشي كيتنكر ليك حتى من البلاد اللي انت كتنتمي ليها انت كتحبها وهي ما كتحبكش؟ ما جربتوهاش هاد المساله هادي؟ غير كتجي تقول راه الله تيقول، راه الله قال، راه الله ادرى بالخلق ديالو. الله كيقول راه انت سير قرا وسير فهم وسير حس الا عندك شي احساس. اغلبيه من هادو اللي كيقولوا هاد الهضره ما عندهمش احساس، ما فاهمينش الوضعيه كيفاش دايره. كيقولها الناس القدام، اللي يجي في النار ماشي هو اللي يجي في الماء وما يحس بالمزود اللي مخبوط به. الله يكون ليه في العوان مسكين، الله يرحمه. انا من هذا الباب هذا تنترحم عليه ونقرا عليه الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. اللهم اجعلها في صحيفه الفنان احمد جواد، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه، اللهم اعف عنه واغفر له وارزقه خيرا احسن من هذا الخير. الله يرحمه مسكين. انا لله وانا اليه راجعون. هذا خويا ريمان كيتكلم، ما تاخدوش، خذ اللي بغيتي واللي ما بغيتيش ليحو من مورا دارك. السلام عليكم ورحمه الله.